صالح بندق بيقول لي مين افيد دلوقتي، شيكو بنزا في الزمالك ولا بن شرقي في الاهلي؟ وهل عبد القادر لو جه الزمالك هيلعب على بنزا؟ المقارنه ما بين شيكو بنزا وبن شرقي مقارنه ظالمه تماما، لانه بن شرقي لعيب تستد، لعيب اتجرب، لعيب بين اماره، لعيب اشتغل قبل كده في الدوري المصري مع الزمالك وحتى مع الاهلي في الفتره القصيره اللي فاتت دي، باين ان هو بيعمل الفارق، بيصنع الفرق بمنتهى السهوله، يعني لعيب عالي جدا بن شرقي. شيكو بنزا لعيب واعد، لعيب بروميسنج، ولكن لسه ما تقدرش تحكم عليه وتقارنه بين لعيب ليه رصيد سواء مع الزمالك او حتى في الفتره القليله اللي لعبها مع الاهلي. فحتى هذه اللحظه لا طبعا، الكفه تميل لمصلحه بن شرقي مش لشيكو بنزا. ممكن بقى في اللي جاي شيكو بنزا يوصل لبن شرقي ويعدي بن شرقي، بس ده متوقف على ادائه هو. هل عبد القادر لو جه هيلعب على بنزا؟ عبد القادر لعيب جامد جدا يا جماعه، لعيب جامد جدا جدا، بتنقصه بس الاستمراريه، انه يفضل مقدم اداء جيد لفترات طويله، لكن كموهبه لا، لعيب من الاجنحه المهمه جدا اللي مش موجوده كتير في مصر، اللي عنده مهاره فرديه مش موجود زيه كتير في مصر. يلعب على بنزا الكلام ده بيبقى الملعب هو اللي بيحدده. بنزا ليه مواصفات وامكانيات، عبد القادر ليه مواصفات وامكانيات تانية. لو عبد القادر جه الزمالك، والله اعلم ده يحصل ولا لا، هتبقى منافسه جديده بين الاثنين، بس امكانيات عبد القادر مختلفه عن امكانيات بنزا. بنزا لعيب بتاع مساحات ولعيب قوي وسريع هجام. عبد القادر لعيب عنده السرعه، عنده الخفه، عنده دريبلر بالكوره، ويقدر يخش يرقص واحد ضد واحد ويقطم لجوه وبيلعب على الجول ورجليه حلوه على الجول. فالاثنين مهمين والاثنين ليهم مواصفات مختلفه، ولو حصل وعبد القادر جه الزمالك هتبقى منافسه شرسه جدا ما بين الاثنين.